يا الله، السلام عليكم شباب. شلونكم؟ شخباركم؟ اموركم؟ فيديو جديد يتضمن جولة حول المحمية. طلبوا بعض الأصدقاء أن أطول الفيديو، قالوا شوية أطول من الفيديو، نريد نشوف المحمية. وبعض الأسئلة اللي طرحوها من ضمنها شلون نخلي البلابيل والكوكتيل، يعني مثل ما يقول سوى. شباب سبقوا ونوهيت او قليت الفيديوهات السابقة اذا تحبون تشوفوها. قلت لكم الطير اول ما تجيبونه لا تخلونه قبل المحمية، مهما كانت محميتك كبيرة بس لا تخليها. تجيب وتخلي الطير وحده، يعني اذا المحمية الفدة 15 متر او 20 لا تختلف، يضيع بيها الطير. بس اذا كانت يعني من 10 وجوه هي مو قاصرة، بس يعني نقول طبيعة الطيور اللي عندك. انا ما شاء الله الطيور عندي يعني خير من الله، كل نوع زوج، زوجين، ثلاثة. يعني هسه مثلا هاي عندك جاوة، عندك حسون. جاوة 3 انواع حسون، عندك الشوكي والعادي، عندك طيور الحوب ما شاء الله، عندك الكوكتيل. طيور الحوب بال4 ازواج او 5، عندك ما شاء الله الكوكتيل بال6 ازواج او 7، عندك الملكي ما شاء الله بال6 ازواج 7 8 هي تقريبا، عندك كل بلابل يضمن منها البلبل العراقي والبلبل الكشميري. ما شاء الله هذا البلبل الكشميري يعني زوج بزوج، هم تقريبا زوجين، والتك عندي نسيت تقريبا وحدة. فشباب دائما الطير من تجيبه لا تستعجل عليه، دائما لا تستعجل عليه، عوفه. عندك هذا الكاكاريكي ما شاء الله، عندك البراكيت، عندك الرمبو، الفناجيس، يعني ما شاء الله من كل نوع زوج زوجين. فدائما خليه اسبوع اسبوعين طلع زوج زوجين، اذا عندك اطلعهم، خليهم بالاقفاص بالبداية وبعدين اطلعهم. حتى شنو شباب لا يتفاجئ بالطير المقابله، حتى شلون مثل ما يقول يتعود علي وياخذ، حتى ما يصير بيناتهم مشاكل. اهم شي لا تستعجل على الطير، لا تستعجل عليه ابد ابد، لا تستعجل عليه. وفنهن براحتهم، اكلهن وشربهن خليهن يمك، ما عليهن شي. وشوف لك هاي القاعدة الشباب، هاي اللي قلت عليها الفخارة، هاي شوفوها، هاي مهمة كلش. هاي بالصيف تصير باردة وبالشتاء يصير المي مالها شنو دافي، فيسبحن بيه.
وتحياتي لكم شباب.